شوبير بيسلم جمهور الاهلي للامن تسليم اهالي بعد واقعة ماتش باتشوكا واستهتار لاعبي الاهلي بالمباراه واللي ادى اننا ما نوصلش للنهائي الاول اللي بنحلم بيه من سنين. الجمهور بدا يزوم على اللعيبه والاداره ويبعت لهم رسائل قويه جدا، وشفنا رابطه اهلي فاميلي قبل مباراه شباب بلوزداد الاخيره بتهاجم الاداره واللعيبه وعلى راسهم محمد الشناوي وكهربا. وبعد نهايه المباراه وفوز الاهلي 6-1 الجمهور بينادي على اللعيبه عشان يحيوهم، وهنا بقى بيحصل الموقف اللي كلنا شفناه من كهربا ومحمد رمضان، وان ما حدش سمع كلام محمد الشناوي اللي قال لهم يلا نروح نحيي جمهور الاهلي عشان بينادينا. وشفنا قد ايه في الموقف ده الشناوي هنا شخصيته ضعيفه ككابتن للفرقه، وانه يخلي واحد زي كهربا يمشي كلامه عليه. وانت اصلا لو كنت رحت حييت الجمهور واحنا بنعتذر لكم على اللي حصل والكلام ده كان خلاص يا معلم، كان الموضوع انتهى خلاص. لكن نعمل ايه بقى؟ انتوا اللي غاويين تهزيق وبتتجاهلوا الجمهور وبتمشوا. الجمهور اللي عاملكم، الجمهور اللي لولاه كان زمانك نادي زي اي نادي شركات ملوش لازمه في اي حاجه. والجمهور طبعا شتم اللعيبه بعد الموقف ده تصرف غلط طبعا، بس انت اللي استفزيته وانت اللي بدأ، وانت مش هتحاسب الجمهور انت بتعمل ولا ما بتعملش ايه. بعد المباراه بقى ابتدينا نشوف شوبير بيسخن كل الاطراف على جمهور الاهلي، وكان بيقول ايه بقى؟ وقبل ما نعرف شوبير بيقول ايه، جايب لك النهارده في كيك اوف ستور عرض ما يتفوتش بمناسبه عيد ميلادي ال21، عامل لك خصم جبار على اي قطعتين في الستور كله. نبدا بعرض القطعتين للخامه الواحده. يعني ايه؟ يعني تاخد تيشيرت بوليستر وعليه تيشيرت بوليستر بخصم 50%، او تاخد تيشيرت بلاير اديشن وعليه تيشيرت بلاير اديشن بخصم 20%، او تاخد لك تراك غطس وعليه تراك غطس بخصم 20%. طب لو عايز تنوع وتاخد لك قطعتين لخامتين، تعال اما اقول لك تيشيرت بلاير اديشن وتيشيرت بوليستر عليهم خصم 15%، او تيشيرت بلاير اديشن وتراك غطس عليه برضه خصم 15%، او تيشيرت بوليستر وتراك غطس برضه عليهم خصم 15%. نيجي بقى لعرض الثلاث قطع او العرض الشامل، انك تاخد تيشيرت بوليستر وتيشيرت بلاير اديشن وتراك غطس، الثلاثه دول هتاخد عليهم خصم 10%. طبعا العروض غير شامله مصاريف الشحن، والعرض متاح من دلوقتي لحد يوم 31 ديسمبر اخر يوم في السنه او لحين نفاذ الكميه، فخش كده والحق القطع قبل ما تخلص. وبس يا سيدي، كيك اوف ستور ذا بيست تشويس فور يو. هتلاقي اللينك بقى في البايو، هتخش على بيج الفيس وتشوف الكوليكشن كله وتبعت لنا. ولو عايز بالمره تنضم للمجتمع وجروب الواتس بحيث تتابع كل جديد القطع المتوفره والمقاسات المتاحه ايه، هتلاقي برضو اللينك موجود. وبس يلا بينا نكمل. شوبير قال لك بقى ان اللاعيبه مستغربه ان الجمهور اللي كان حاميهم بقى بيهددهم وبيقول لهم لو رجاله تعالوا ماتش المصري. بص يا كابتن احمد، دي مش حاجه جديده عليك انك تولع الدنيا، ولينا قبل كده ذكريات الناس كلها عارفاها وكله موجود على السوشيال ميديا. بس فين اللي قلناه؟ فين اللي قلنا لو رجاله تعالوا ماتش المصري؟ يعني ايه؟ انت عارف انك كده ممكن تكون سبب في حبس شباب ما عملوش اي حاجه؟ الامن بكره هيكون متشدد على الاخر. يعني تخيل ظروف المباراه، كده كده ماتش اهلي والمصري الامن بيكون شادد الدنيا كلها على الجمهور، لا وكمان الماتش جاي في اوقات عيد المسيحيين. وغير كل ده انت بتزود الطينه بله وبتقول ان الجمهور بيهدد اللعيبه وبتسخن الامن على الجمهور. كده اي مشجع هيفتح بقه بكره بكلمه تشجيع حتى مش هيروح بيته. ولا ايه يا كابتن احمد؟ في النهايه رسالتي للرجاله اللي رايحه بكره، خاف على نفسك واعمل حساب ان محدش هينفعك، لا اهلي ولا مجلس اداره ولا لعيبه، ومحدش هينفعك ولا هيجري وراك غير ابوك وامك. اللهم بلغ.